السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. الف سلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. باذن الله كده النهارده المطبخ بتاعنا كده هيطلع احلى صينية مكرونة بشاميل واجمل صينية مكرونة نجريسكو. فهنسمي الله يا جماعه. معانا اللهم صل على النبي كيلو وربع مكرونه وقلم، مكرونه فرن وسلقاها. فطبعا كلنا عارفين المسلوق مسلوق ازاي، وكلنا شطار وعارفين نسلق المكرونه و10 على 10. انا معايا فص واحد للنجريسكو، يعني يعتبر ناحيه من الصدر. بس الفرخه بسم الله ما شاء الله كانت 3 كيلو. فالصدر بتاعها كبير، هيقضي الصينيه بتاعتنا الصغيره القارب ده. فباذن الله هيبقى حلو. انا عاملاها على قد فردين يعني، لان القارب مش كبير فانا مش هكتر فيه. ومعايا يعني تقريبا كده نص كيلو بصل. انا ما بوزنش ولا بعاير، بالبركه كده. فنص كيلو بصل وفرماه فرم ناعم دي للبشاميل. هسمي الله. احط البصل من غير سمنه ولا زيت، لان احنا ما بنحبش الحاجه دسمه قوي. السمنه والزيت كتر السمنه وانا بحمر الدقيق عشان اعمل البشاميل. واللبن بسم الله ما شاء الله بألف هنا دسم جدا. 2 كيلو لبن مشوم جميل جدا يعني على وش قشطه كتير. واللهم صل على النبي مش هزود ميه، فهيبقى في نسبه دسم عاليه. والبشاميل بقى اما بتبقى دسمه جدا يعني بتتعب. واحنا ناس بقى خلاص زي ما بيقولوا رجل بره ورجل جوه، مش عايزين الدسم العالي يعني. فانا هعملها كده تعتبر في عرقها متشوحه كده لغايه ما اللحمه تستوي والبصلايه برده تتبل كده. وهحط اللحمه كده على طول برده. بسم الله الرحمن الرحيم. نص كيلو لحمه يا جماعه، نص كيلو لحمه على اقل من نص كيلو بصل. ف توابلها يبقى ملح وفلفل بس، لكن مش حطاهم دلوقتي. انا مهديه عليها البوتاجاز اهيت عشان عايزه ايه دقايق. لو عليت هتبقى عايزه ايه شغاله على طول. فانا هوطي عليها البوتاجاز شويه على ما اخلص اللي في ايديا. هنسمي الله كده نجهز صينيه النجريسكو الاول. طبعا الفصوص مش بالعرض، تقطيع بالطول. ولو عندك صدر بايت ورك بايت برضو بتقطعوه تستعمليه اهو يا جماعه. اهي يا جماعه بالطريقه دي. عايزه تقصها 2 شغال برضو اهي. تعملها 2 تعملها 1 على حسب ما انت عايزه. نعملها 2 نمشيها كلها 2 قطع برضو حلوه جميله اهيت اهيت. هحط حله برضو على البوتاجاز. هحط هنا سمنه صغيره جدا، معلقه بسيطه كده، وتكون سمنه بلدي كده. هننزل فيها الفراخ يا جماعه على طول. حطيت الفراخ في اللهم صل على النبي في معلقه السمنه. ومعايا فلفلايه رومي احمر واخضر، عايزين تحطوا الوان حطوا، عايزين تحطوا حراق حطوا. هي بتبقى جميله جدا بالحراق. اللهم صل على النبي. الشوح على مهلها لما اقطع البصلايه. البصلايه دي للنجريسكو. هخرطها كده يا جماعه، ما تكونش ناعمه قوي. كنت مقطعه ال3 بصلات دول لقيتهم هيبقوا كتير فاكتفيت ببصلايه واحده. مقطعه الفراخ نسيبها بقى تتشوح على مهلها. الطماطميه دي يا جماعه في ناس بيحطوها وفي ناس ما بيحطوهاش مع اللحمه المفرومه بتاعت البشاميل. فانا هحطها هي والقرن الفلفل مع اللحمه المفرومه تتشوح معانا، هتبقى جميله جدا باذن الله. نحط بقى ملحها 100 معلقه ملح. وهحط في الديسكو قيمه نص معلقه علشان انا هحط معاها جبنه
شيدر، جبنه شيدر حادقه شويه، وجبنه رومي قصدي وجبنه قريش، فالاثنين حادقين، الاثنين فيهم نسبه ملح. ما كترتش الملح فيها، فهنعلي بقى البوتاجاز على اللحمه المفرومه العصاج بتاعنا الجميل ده، بسم الله ما شاء الله. هنحط بقى الفلفل الاسود بتاعنا، نحط حبه كاري، حبه نكهه اللحمه، البهارات بتاعت اللحمه، احط اللي انت حباه. انا حابه الفلفل الاسود هو علاج العصاب، ممكن تحطه وتكتري. عايزه حبه جنزبيل، اي حاجه من ده عايزه تزوديها زوديها. حبيتين قرنفل بيبقوا برضه حلوين، عندي كله موجود هجيب واحط. معايا الحليب يا جماعه 2 كيلو، المكرونه كيلو ونص، كيلو وربع، فهيجي باذن الله على قد الصينيتين. نجهز كده واحنا واقفين. دي يا جماعه انا جايبه نص كيلو، فالبشاميل انا بحبه كتير جدا، يعني نص كيلو ممكن يجي 4 كوبايات، انا هحط 3 كوبايات منه. ومعايا ربع كيلو اللهم صل على النبي جبنه موزاريلا، هحطها انا على وش البشاميل، صينيه البشاميل ببيضه واحده. الجبنه ديت شيدر وجبنه قريش، هحطها على وش المكرونه الموزاريلا. على طول انا بنسى كده. المكرونه الموزاريلا يا جماعه، اما افتكر بقى بقول على مين. اولع الفرن، لان ساعه ما اخلص البشاميل هقوم عامله على طول المرجسكو واحطها في قلب الفرن على طول تستوي قبل، لان احنا هنرجلها مستعجلين عليها ونسويها هي الاول. انا هسوي يا جماعه فرن البوتاجاز، اللي عندها بقى فرن عادي، فرن بالانبوبه، فرن اي فرن بقى، كل واحده تظبط فرنها كده. هي طبعا ما بتاخدش اكتر من نص ساعه في الفرن، كل حاجه فيها مستويه هي. البقعه بتاعتي دي اسمها بقعه اللي الناس بيشيلوها على كتفهم كده، فاهم منهم دي. المهم انا لسه جايباها بقى من عند العطار، حبات حبات كده، عشان قبل البودر ما بتحطش في الثلاجه عشان الحاجات دي تكسد، ثاني خايفه اسيبه بره في الحر، حطيته في الثلاجه. فهنطلع بقى نشوف ايه اللي هناخده. كده اسرع. اللهم صل على النبي، بابريكا تبقى جميله جدا. نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره، يعني ما بينكترش، يعني انا اقدر كله بالكيس، هو غلط ان انتوا تحطوا بالكيس عشان ما ينزلش كميه اكتر من اللي احنا عايزينه. وبنكهه البهارات بنكهه اللحمه تتحط مع اللحمه. وعايزه انا بقى هنا بنكهه الفراخ المشويه تتحط مع الفراخ. كفايه لان التوابل بتعمل حموضه كده على المعده، فمش هنكتر. بتبقى ورق وحطيت فيه كيس على ما عندهم، يعني في بتاع المحشي اللي ما بتقدرش بتاع المحشي بتبقى على الكيان. ودي جنزبيل بيبقى جميل جدا. هنحط برضه حاجات بسيطه كده، نص معلقه ونص معلقه بس كفايه. نشيل البقعه بتاعتنا، نشيل البقعه بتاعتنا. واحد وقع من البقعه، انتوا عارفين ده قرنفل، يبقى هنحط قرنفل لان هو وقع من الكيس، يبقى عايز نحط الحمد لله قرنفلايه واحده في كل حاجه، 3 كده بس مش كتير. الحمد لله يا جماعه.
يرحمنا ويرحمكم يا جماعة. قصي عايزين 2 في 1 كده، نقطي أحلى من نفضي. مش عايزين نوسخ مواعين كتير يا جماعة، احنا واقفين كده بنحطها تاني. عشان ايه؟ على ما نخلص ما نلاقيش الحوض مليان مواعين. كلنا نعمل كده، نخلص نلاقي المطبخ رايق، وعلى ما الطاسه تسخن نكون غسلنا السكينه، غسلنا القطاع، الطبق اللي بتاعت الطماطم في ثانيه كده. نخلص طبيخ نلاقي المطبخ نضيف. كده حوضنا نضيف والمطبخ نضيف. نقلع الجوانت اللي بقى خلاص. يلا، كان في صوت المطبخ هنا اهي. على نضيفها بقى يا جماعه وناخد سمنه. عايزه تحطي زيت حطي، عايزه تحطي سمنه زي ما انت حابه. هنحط دقيقنا يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، من غير مكياج ما يتهيأش. انتوا على الكميه دي لو عايزين البشاميل كتير ممكن تحطوا 3 كوبايات. مسكت يبقى كوبايه ومن نص كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن بتاعنا فاتر كده، ولا هو سخن قوي ولا هو ساقع قوي. نغير النار كده وننزل بالحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. حبه بحبه كده يا جماعه. ما شاء الله يا جماعه كده كريمه ديت وعلى جميله جدا. فهنقسمها بقى للصينيتين، نحط كل واحد على قد ما احنا عايزين. البيضه ده هنركنها عشان هنحطها على وش البشاميل. زيت عشان الزيت بيحمر الارضيه اسرع. حطيته في الفرن يا جماعه، هياخد له ربع ساعه كده ولا حاجه. مش عايزينها تبقى تخينه قوي يا جماعه، نحاول نخليها كده واحده جنب واحده كده، تبقى رقيقه كده وحلوه. تبقى وسط يعني، ولا تخينه قوي ولا رقيقه قوي. الحته اللي بالله زايده بنحوش منها. حلوه قوي كده، مش تخينه، مش هتبقى تخينه باذن الله، ولا تخينه قوي ولا رقيقه قوي. ننزل عليها بقى باللحمه بتاعتنا. بسم الله. طبعا ريحتها جميله يا جماعه. بسم الله. ما شاء الله. نصلي على الكومنتات، في الكومنتات بقى كده على النبي كده علشان ناخد ثواب سوا. نبقى اتصل عليك يا حبيبي يا رسول الله، وناخد بقى الثواب سوا جميعا كده. وندعي كده لأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، وأخويا وأختي وأبويا وأمي، وربنا يرحمهم جميعا يا رب، وأموات المسلمين أجمعين يا رب. ارحمهم وسامحهم واغفر لهم يا رب. ونعمل بقى لايكات كده لصينية المكرونة الجميلة دي.
ونرفع القناه كده بنفسنا وباشتراكاتنا وتبقى قناه جميله كده باذن الله، وكلكم تستفيدوا منها باذن الله. كده حلوه قوي. الخلطات ديت مزعجه شويه. اللهم صل على النبي. فض مكرونه لما تفيض بقى نحافظ عليها ونسيبها ما نرميهاش. بنعملها بقى شويه بصلصه، نحطها في التلاجة اليوم تاني، تبقى جميله جدا يعني. ما نرميش حاجه يا جماعه، لان انا ما بغيرش ولا بعاير. فانا عامله كده ربع، كان المفروض يبقى كيلو بس. تاني دول ليه يعني؟ ده كلهم دسم وسمنه بلدي وحليب وقشطه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم. يا جماعه كل ما تبقى احسن. ترابيزتنا كده تبقى نظيفه مغسوله قبل ما نطبخ، على اساس لو حاجه زي ديت وقعت نعرف نجيبها ونحطها تاني. تبقى الترابيزه نظيفه كده ونعرف ايه ما نرميش حاجه. واحد يقول عليا بخيل، دوت حليب وقشطه وسمنه بلدي، يبقى حرام لما نرميه نلم النعمه كده تلميها اهو. تمام. من ناحيه يبقى احنا سوينا صينيتنا، ومن ناحيه يبقى احنا ايه مش حرام علينا. ماشي. حبة الملح وحبة الفلفل الأسود نحطهم على البيضة. بسم الله ما شاء الله. دي الصينيه الصغيره من نرجسكو. فما ينفعش ادوق. شايفين لسه بتبقبق ازاي؟ انا بحب ادوق علشان اقول لكم على جمالها. وديت بقى هحطها هحطها في الفرن بس ما احط عليها الجبن. دي معلقتين 3 كده سمنه بلدي وبيضه يا جماعه. في ناس بتدخل البيض جوه المكرونه، فانا هحطها كده بره. شويه ملح وفلفل كده. اي بهارات عندك عايزه تحطيها حطيها. ربع كيلو يا جماعه، والمغلفه دي ما بتبقاش ربع كيلو. انا ما قريتش الا على الكيس، بس هي حوالي 200 جرام. كده حلوه قوي. ما عدناش هنحط فيها حاجه، نطلعها من الفرن ونوريها لكم. بسم الله ما شاء الله. خدت لها يا جماعه نص ساعه في فرن البوتاجاز. وتظبطوا فرنكم كده. ووصفه سهله جدا، وصفه طعمه جدا، جربوها هتحبوها. اللهم صل على النبي. بألف هنا. تعملوا لها بقى لايكات جميله بقى كده لصينيه البشاميل الجميله وصينيه القارب. تطلعوه من الفرن يا جماعه، تحطوها على حاجه خشب علشان لو حطيتوه، لو الجو بارد وحطيتوه على الرخام على طول ممكن يفرقع، او لو اتبل ميه. فتحافظوا بقى كده على الحاجات دي، وكل حاجه كده تبقى بنظام جميله كده، زي صينيه المكرونه كده بألف هنا كده اللي ياكلوها جميله جدا. والا ريحتها بقى. الفيديو الجاي هوصل لكم الريحه.
فلايكات بقى واحلى اشتراكات كده. واقول لكم كده شكرا لكل حد كمل الفيديو، شكرا لكل اللي عمل لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.